جيش للمسلمين يحاصرون قلعة عظيمة للروم، ولكن القلعة استعصت على جيش المسلمين لارتفاع أسوارها ولإغلاق جميع المنافذ إليها، الأمر الذي رجح كفة جنود الروم، فأخذوا يقذفون جيش المسلمين من أعلاها، فازداد تعب وإنهاك جنود المسلمين. وفي الليل قام أحد جنود المسلمين بفكرة مستحيلة، إذ إنه استخفى بمفرده إلى أن وصل باب القلعة وظل ينقب فيه وينقب حتى استطاع أن يحدث به نقبة، ثم رجع دون أن يخبر أحدا. وعند الغد تأهب المسلمون للقتال كعادتهم، فدخل هذا البطل من النقب وقام بفتح الباب، فتدافع المسلمون وتسلقوا أسوار القلعة، وما هي إلا لحظات حتى سمع الروم أصوات تكبيرات المسلمين على أسوار قلعتهم وداخل ساحتها، فتحقق لهم النصر. وبعد المعركة جمع القائد مسلمة بن عبد الملك الجيش، ونادى بأعلى صوته: من أحدث النقب في باب القلعة فليخرج لنكافئه. فلم يخرج أحد، فعاد وقالها مرة أخرى: من أحدث النقب فليخرج. فلم يخرج أحد، ثم وقف من الغد وأعاد ما قاله بالأمس، فلم يخرج أحد. وفي اليوم الثالث وقف وقال: أقسمت على من أحدث النقب أن يأتيني أي وقت يشاء من ليل أو نهار. وعند حلول الليل والقائد يجلس في خيمته، دخل عليه رجل ملثم، فقال مسلمة: هل أنت صاحب النقب؟ فقال الرجل: إن صاحب النقب يريد أن يبر قسم أميره، ولكن لديه 3 شروط حتى يلبي الطلب. فقال مسلمة: وما هي؟ قال الرجل: ألا تسأل عن اسمه، ولا أن يكشف عن وجهه، ولا أن تأمر له بعطاء. فقال مسلمة: له ما طلب. عندها قال الرجل: أنا صاحب النقب. ثم عاد أدراجه مسرعا واختفى بين خيام الجيش. فقال مسلمة في نفسه: إن لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب. فكان مسلمة بعد ذلك يقول في سجوده: اللهم احشرني مع صاحب النقب، اللهم احشرني مع صاحب النقب. لذلك اجعلوا بينكم وبين الله خبيئة عمل صالح تنفعكم يوم تبلى السرائر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة.